السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا الفيديو ده يعني أنا طالع أقول فيه كلمتين بما يرضي الله، ولا هطبل لتاجر ولا للكلام ده كلته، لأن احنا شغلنا بما يرضي الله والناس تعرف شغلنا على ايه. طبعا مبدئيا دعم ستار نت دمت ناس فوق الوصف وناس محترمة، وإن شاء الله بإذن الله الموضوع بتاعهم هيتحل ومعاهم تعويض باذن الله، معاهم تعويض، لان دول ناس ربنا يفكها عليهم بصراحه. واحنا وكل واحد برضه يعني ممكن يحصل له الكلام ده كله، لان يعني الناس المؤذيه كتير بمعنى اصح. تمام، وربنا يفكها على الجميع. تمام. تمام. طبعا احنا بقى يعني مش هنقول بقى احنا الناس على قد حالنا بنجيب جهازين ثلاثه اربعه خمسه نسترزق منهم. تمام، احنا جبنا اجهزه ميديا ستار ل 25 والله جبت 10 حتت. تمام. طبعا مش هقدر اقول مثلا يعني ايه اللي انا شاري منه السبب ده، هو برضه ما هو راجل برضه يعني ايه، راجل لما مؤاخذه في الكلمه بيبيع برضه، ما هو زي انا راجل ببيع، بس انا ببيع جهاز، انا ماليش دعوه بالسيرفر. السيرفر ده وقع، ده بتاع مين؟ المستورد او بتاع الشخص نفسه اللي هو الفور ايفر، يعني الدعم نفسه. طب انت يا عم الحاج بعت الصفر ب 500 جنيه 600 جنيه، احنا مالناش دعوه بالسعر، احنا مالناش دعوه بالسعر، انت ما كنتش اصلا تطلع اجهزه زي دي وتحط عليها فور ايفر. تمام. انا مع الناس وبكل صراحه، انا مع الناس اللي اشترت تمام والسيرفر دلوقتي بقى سيرفر عادي، وكلمه الفور ايفر طلعت منه وبقى سيرفر عادي ومش فاتح طبعا الباقه الحمراء ولا الكلام ده، زي ما احنا عملنا في الفيديو بما يرضي الله. واي حد يكون خد مني الجهاز انا ما اقدرش اقول ده ذنبي، يعني انا راجل ببيع وبسترزق من نقطه. سيرفر وقع دي مش بتاعتي، سيرفر وقع ده من الدعم، بس انا عرفت خبر مؤكد دلوقتي قلت اعمل الفيديو للناس تنويها لهم. تمام. ان السيرفر ان السوفت الجاي، في سوفت جاي كمان يومين ثلاثه باذن الله، وهيتضاف عليه كل السيريالات اللي وقعت، هيتضاف عليه الفور اوفر بنفس المده بنفس المده بتاعتكم، يعني نفس المده بتاعت الجهاز، مع كمان هديه لجميع انواع ميديا ستار. بصراحه انا مش هقول مش مصدق الا لما اشوف بعيني. كود في اي بي شهر هديه لكل جهاز ان شاء الله وقع منه السيرفر الفور ايفر. وبرده الاجهزه اللي ما وقعتش كل الجهاز ده هيحدث السوفت الجديد، هيتضاف في شهر في اي بي. تمام، مع المده بتاعت الفور ايفر. تمام. دي الهديه يعني، او دي الكلمه اللي انا قلت احب اعرف الناس دي مع مين، مع الناس اللي جم قالوا لي دلوقتي ده اللي هيحصل. فربنا يسهل، مش هنقدر نقول ان انا برضو واثق من الكلام ده الا ما اشوف بعيني زي ما انتوا عارفين. تمام، وربنا المستعان. بس هي في نقطه انا عايز اتكلم فيها. هو دلوقتي احنا ما بنعرفش ان يتحكم في سيرفرات. انا ممكن اتحكم في سيرفر ايه؟ اتحكم في سيرفر الشيرنج بالنسبه لي أنا حاجتي وقفت، انا اللي اتجازى. اتحكم في سيرفري شيرنج، سيرفر شيرنج مثلا بتاعي فصل، اللي مشترك مني هيكلمني اقوم حالل معاه على طول حقه. انما سيرفر فور ايفر ده ده مش عارف الشركه مين، يعني انا ما اعرفش شركه مين اللي هي الفور ايفر. تمام، وده من حق اي عميل يكون واخد جهاز حقه ياخد ال 15 شهر كاملين بما يرضي الله، لان هو احنا اصلا شاريين كده وبنبيع كده. تمام. فطبعا احنا مالناش ذنب، مش هنقدر نقول ان احنا اللي موقفين واحنا اللي عاملين، لا، بس باذن الله خير. وان شاء الله في السوفت الجديد اذا كلامهم والفور اوفر اترفع تمام ونزل ومع الهديه برضو الفي اي بي، يبقى الدنيا كلها تمام. مع ان الجهاز اصلا جهاز ممتاز، بورده كبيره والجهاز 10 على 10 والدنيا كلها تمام. فانا قلت اعمل الفيديو ده للناس اللي شاريه وبما يرضي الله برضو حقهم. انا مع الناس اللي شاريه، انا مش هقدر اقول ان انا ضد الناس، لا. وبس بقى عندي ايه عتاب إيه بقى؟ ان في ناس بتخش ما هيش شاريه الجهاز، ما هيش تبعها اي حاجه، وتخش تشتم وتعمل وتهبط. طب ليه يا عم؟ ليه؟ عندك كلمه حلوه قولها، ما عندكش خلاص اسكت. اسكت. هو انت قاعد صاحب الدعم، يعني صاحب فور اوفر هو اللي قال لك خلاص مش هننزل ولا هنحل؟ ما هنحل يا عم، الناس هتحل، اصل لازم يبقى فيها حل. هو جهاز واحد ده كميه شغل نزلت، كميه شغل نزلت من ناس كتير، انا من ضمنهم اربع خمس ست اجهزه 10 اجهزه، ده كلام فاضي. يعني الحكايه بتاعتي انا كلام فاضي. الحمد لله ما عنديش حاجات كتير عشان اقدر اتكلم فيه. انا اقسم بالله ما عاد عندي الا ثلاث حتت، ومش هعرف افعل الا لما السوفت الجديد ينزل وابقى بمرضي لو هعمل فيديو بالتاكيد. تمام. فعايز الناس تطول بالها شويه باذن الله، وان شاء الله خير. بس الناس اللي بتهبط دي بصراحه الله يجازيها. تمام. ده مش هيشتغل مدى الحياه. الناس لبست، الناس يا عم الحاج، طب انت عندك كلمه حلوه ما تقولها، ما تقعدش تحرق في دم الناس. يعني الناس اللي اشترت اجهزه على اساس ان هم فور ايفر يتفرجوا ويتمتعوا يبقى مزاجهم حلو وقفت. طب يا عم قول ربنا يسهل، يعني ليه نقعد نهبد وليه نقعد نضايق التاني وليه؟ ده احنا اشترينا
جهاز الصفيح. انا اقسم بالله من الناس اللي اشترت مني ما حد كلمني، لان الناس عاقله وناس فاهمه ان طبعا ده أنا مش انا اللي قافله، انا راجل بايع وعامل فيديو ان السيرفر شغال والدنيا كلها شغاله. سيرفر كون ان السيرفر وقف ده من الدعم نفسه ماليش فيه. اولا مش صاحب فور ايفر، انا مش صاحبه والله، بس الفور ايفر لازم يحل، لازم يحل، ولازم نكلم المستورد او نكلم الناس دي كلها تحل، لان دي فلوس ناس وحق ناس. فباذن الله احنا منتظرين الجديد. عندنا ميديا ستار 4030 4K شغال، اي اجهزه ثانيه شغال. طب انت منزل جهاز رخيص، انت نزلت جهاز رخيص يا عم، ما كنتش تنزل جهاز رخيص، كنت خليه غالي بس اسم ان السيرفر يبقى موجود. زعلان زعلان ان الجهاز نازل رخيص، لازم يبقى الجهاز ب 1000 جنيه و1200 عشان تسيب الفور اوفر. برضه ما هو ده جشع، برضه نقول كلمه حق. ده الخلاصه وده النهي يا جماعه، فالناس تطول بالها ان شاء الله. وده خبر جاي لي لما جالي قلت اعمل عليه فيديو، وان شاء الله باذن الله خير ان الفور ايفر هيكمل مع تجديد في اي بي شهر، في اي بي كمان شهر مجاني للناس اللي قفلت عليه، وربنا المستعان. اول ما يحصل هفعل الجهاز وان شاء الله باذن الله خير. وان شاء الله اللي اشترى واللي زعلان نصبر، السوفت الجاي يومين ثلاثه كده هينزل وربنا المستعان. الناس تهدى بس شويه يعني. والناس اللي بتقعد تعمل بوستات الناس لبست، طب يا عم الحاج انت عمال تعذب في الناس ليه؟ حرام، حرام، بلاش الكلام ده كله. عندك كلمه حلوه قولها، ما عندكش يبقى تسكت. تمام. فيا جماعه ان شاء الله باذن الله خير، والناس ما تقلقش، وباذن الله والله الجهاز ممتاز. هو الناس عملوا فيه كده عشان نلاقي جهاز رخيص، اقل جهاز بقى فيه فور اوفر اقل حاجه يقول لك 1000 ونص، 900، 1000. هم الناس عايزه الحاجه تبقى غاليه، انما رخيصه تقوم وقعوا. تمام. فاحنا مستنيين ان السوفت الجديد بالفعل ينزل، ومستنيين ان الفي اي بي اللي هو اللي قالوا عليه هديه شهر، وباذن الله ربنا المستعان. تمام. وده الخلاصه عشان ما حدش يقعد يتكلم كتير في حوار الميديا ستار، لا ده الناس لبست، الكلام ده كله كلام فاضي. ننتظر السوفت الجاي، هو نفس السيرفر اللي موجود دلوقتي، يبقى دي فيها كلام تاني، يبقى دي فيها كلام تاني ان حق الناس بقى بص تولع في الشركه دي حقها. تمام. لان دي الناس دفع فلوس بما يرضي الله. الواحد يقول كلمه لو لان هيتحاسب. انا لما اكون شاري جهاز ليا المده بتاعتي اخدها، تمام، حقي. انما ما اشتريش جهاز وسيرفر يقع. طب ما هو سيرفر يقع ده احنا ما ذنبيش انا حاجه. اللي بايع نفسه اذا كان ناني من راجل على قد حالنا، انا بايع مثلا جهاز، انا ما ذنبيش حاجه، انا ما بعتش سيرفر، انا بعت جهاز. تمام. بس مش لو فصل على واحد نقول اه، انما ده فصل على الدنيا كلها. فان شاء الله خير وربنا المستعان. قلت الخبر ده اول ما سمعته قلت اقوله لكم، وان شاء الله خير. واللي عندهم اي معلومه يا جماعه يكلمنا، احنا تحت امر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.